النهاردة هبدأ مع حضراتكم أول رسالة من الله في القرآن في أهم حدث بيعدي بالإنسان، وهو الاختبار. النهاردة رسالة الله إلى الحائر في ظلمة الاختبار. ومش معنى الاختبار اللي هنتكلم عليه النهاردة المحنة اللي فيها مرض شديد أو أزمة مالية ضخمة. النهاردة هنتكلم على الاختبار، الأحداث اللي الإنسان بتعدي بيه بيبقى عنده فيها حيرة. ليه الموضوع ده اتأخر؟ وليه النعمة الكبيرة دي جت فجأة؟ ليه عمال بدق على باب في الرزق ومش عايز يتفتح؟ وليه كنت كويس مع إنسان وهو طلع غدار؟ الاختبار هو عبارة عن حدث محير. الإنسان فيه بيبقى عنده طريقين: إما يتصرف تصرف غلط عشان يطلع من حيرة الاختبار، أو يصبر ويثبت ويتصرف على مراد الله فربنا يديله الاختبار. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الاختبار ذكر في القرآن بثلاث معاني: البلاء، يبلو يعني يظهر، يوم تبلى السرائر، يوم تظهر سرائر الإنسان يوم القيامة فيبلو يعني يظهر. ثم الفتنة ومعناها التنقية. ثم الاختبار، والاختبار هو حدث يحدث حتى يظهر لك معلومة لم تكن تعلمها. الاختبار جندي من جنود الله، إما أن هو يعمل دوره في حياتك ويعلمك ويرقيك ويفهمك ويزود نضجك في فهم أحداث الدنيا، وإما أن الاختبار يكون حفرة عميقة مظلمة يصاب فيها الإنسان بالضيق والحيرة، وقد يصاب في عقيدته تجاه ربنا سبحانه وتعالى. في رسالة الله النهاردة للحائر في ظلمة الاختبار، ربنا يحكي لنا عن حكمته من وراء أشهر اختبارات بتعدي في حياتنا، عشان الإنسان دايما يطمن إن في حكمة من وراء الأحداث والأقدار، فيدور على الحكمة بدل ما يفضل بايت في الحيرة بتاعته. ولو لم يرى الحكمة يسلم للحكيم، ليعلم دائما أنه في عناية ورعاية الله سبحانه وتعالى. يلا بسم الله، أول رسالة، رسالة من الله إلى الحائر في ظلمة الاختبار. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين
وفديناه بذبح عظيم. إذا كان الإنسان موجود في الدنيا هنا علشان يختبر، يبقى رحمة من ربنا كبيرة قوي إن ربنا يفهمنا حكمته من الاختبارات الكتير اللي بيعدي بيها الإنسان ليل نهار. وفي رسالة ربنا سبحانه وتعالى للحائر في ظلمة الاختبار، ربنا ذكر سببين كبار قوي الإنسان بيختبر بسببهم. السبب الأولاني هو إظهار ما في باطنك من صفات وأسرار. حتى أنت ممكن تقول الجملة كده: كان الاختبار ليظهر ما في باطنك من صفات وأسرار. تدفع كام لواحد يقول لك تقييم كامل لصفاتك، عيوبك إيه هي، مميزاتك إيه هي، قدراتك ومهاراتك، إيه الصفات اللي أنت موهوم فاكر إنها جواك وهي مش موجودة، وبعدين هيحصل حدث يحصل كأنك تتفضح كده: أنا ما كنتش متصور إن أنا ما بتحملش المسؤولية بالطريقة دي، ما كنتش متصور إن أنا غضوب وضيعت أغلى حد عندي في الدنيا. إيه رأيك قبل ما تحصل الأحداث الكبيرة دي تحصل أحداث صغيرة تبان صفاتك؟ أهو أحد حكم ربنا من الاختبار اللي في الدنيا يظهر ما في باطنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلونكم، احنا اتفقنا البلاء يعني الإظهار، حتى نعلم قال المفسرون حتى نظهر، عشان تعرف قدام نفسك انت فعلا ثابت على قيمك ولا ممكن تبيعها مع أول اختبار. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم. هيظهر لك قدامك صفاتك الحقيقية الباطنية اللي جواك. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. مش هيبتلي عشان هو ما يعرفش، هو ختمها لك والله عليم بذات الصدور، هو عارف. انت اللي محتاج تعرف. يمحص ما في الصدر، التمحيص بيقال على الحبل. محصت الحبل يعني صنعته ثم قصقصت اللي فيه من الوبر حتى يكون خالص. فأنت بتظهر لك عيوبك ومميزاتك عشان تبدأ تشتغل على نفسك. فكان البلاء لإظهار ما في باطنك من صفات وأسرار. ساعات ربنا سبحانه وتعالى يبقى بيشوفك بتدعي مقام من مقامات القرب من ربنا، بس أنت من جواك مش ضايق معناه لأنك أنت مش في المقام ده، فيحب يظهر لك إنك أنت مش في المقام ده عشان تبدأ تدور: عايز أتعلم وأسمع أكتر وأقرب من ربنا عشان أدوق طعم القرب من ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. في كذا حاجة في معاني الكلمات. فتنا مش يعني خليناهم يعصوا، ربنا مش عايز، ما يحبش ان حد يعصي. ربنا مش بيحطك في مشاكل او مصايب او بيعرض عليك معاصي عشان تغلط فيتشمت فيك. انما ربنا سبحانه وتعالى بيحط قدامك مواقف. انا بقول على نفسي مؤمن وبحب ربنا جدا، وانا ممكن اكون مقصر شويه مع ربنا، التقصير يخليني مش ضايق مقامات المحبه، فاتحط في مواقف ادرك ان انا لسه بعيد، انا محتاج اقرب، محتاج احضر مجلس علم او احضر مقرأة او اروح اعتذر لواحد ظلمته، لان المظلمه الكبيره دي عامله على قلبي كده حجاب بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. فربنا بيقول: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يعلمن يعني يظهرن. تحصل قدامك مواقف يظهر قدامك صفاتك. كنا زمان نروح للمشايخ نقول لهم: يا مولانا عايز اتعلم على ايديك العلم الشرعي. اروح انا وثلاثة أربعة اصحابنا، فيقول لنا العلم الشرعي محتاج صبر وطول زمان. نقول له: حاضر عينينا يا مولانا. يقول: طيب خلاص، ميعادنا بكره الصبح الساعه 6 بعد صلاه الفجر. فنصنا ما يجيش، فاللي ما جاش ده يظهر قدامه انه مش مستعد انه يضحي بنومه عشان يتعلم العلم الشرعي. الشيخ ما عملش كده علشان يغلس علينا او يضايقنا او مش عايزنا، الشيخ عمل كده عشان يبين قدام كل واحد بينه وبين نفسه هو مستعد لرحله العلم ولا لا. فكان من الله الاختبار ليظهر ما في باطنك من صفات وأسرار. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم.
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا